في شرق محافظة ريمة تنوعت مشاريع التنمية كما في غربها أيضا. كانت مديرية مزهر إحدى المديريات المظلومة في المشاريع، ولا سيما في الطرقات، فكانت رحلة سكانها إلى صنعاء كرحلتي الشتاء والصيف. كان السائق يستمر من الصباح الباكر وحتى بعد العشاء للوصول للعاصمة صنعاء، وهي تبعد 200 كيلومتر فقط عن ريمة من جهة الشرق. ولكن وعورة الطريق حالت بين أهلها وبين عاصمتهم لسنوات طويلة. تمر رحلتهم عبر طرقات طويلة ووديان خطيرة. كان وادي رماع قديما السبيل الوحيد، وتوجد فيه منطقة الضيق من أصعب المعابر وأضيقها، وقد سميت بهذا الاسم نسبة لضيق الوادي. وكانت هذه الطريق تجعل المسافر والسائق في ضيق على حد سواء. رماع يشكل حدا فاصلا بين ريمة شمالا وعتمة ثم وصاب جنوبا. في الوادي على امتداده تسير السيارات على الدوام بمشقة. مروحين من المدينة مثلا أو نجي نطالعين على المدينة، إذا تغلقت الطريق وبعض السيارات تدقر من الخط أو حاجة، تتعرقل السيارات الطالعة والنازلة، حتى أنه نجلس من يوم من يومين هنا في الطريق حتى تفتتح الطريق. غالبا ما تأتي السيل فجأة من مناطق ممطرة إلى أماكن صحوة، فتجرف في طريقها كل حي ومركبة تسير وسط الوادي. وادي رماع وخاصة ما يعرف بمنطقة الضيق سبب لمأساة الكثير من ومركباتهم وما عليها. أتى ويأتي على بعضها السيل سنويا أثناء الخريف لضيق المكان وانعدام الرؤية المعيقة للنظر لاستطلاع السيل عن بعد، فطول الضيق والجبال المحيطة به لم تترك للعين سوى نافذة إلى السماء، فيما تراكم الكتل الصخرية الكبيرة وسط الوادي مأساة أخرى لحركات المركبات التي تجد نفسها والسيل وجها لوجه، فتعجز الهروب يمينا أو يسارا فتحل الكارثة. أما وادي شداد فله من اسمه نصيب وحكاية أخرى لا يدرك معاناتها إلا السائقون، ومن عبروه ليلا ونهارا أثناء نزول الأمطار لما لاقوه من شدة وعناء. يستمر السائقون أكثر من 4 ساعات أثناء نزول الأمطار لعبور هذا الوادي الذي أصبح اليوم يمر السائق فيه في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة بعد أن جاءت الأيادي الخيرة من الإخوة في شركة المسوري للتجارة والاستثمار، وعلى رأسهم الشيخ أبو صلاح ناصر صالح عبد الله المسوري وإخوانه. كانت البداية في عام 2015. بدأت الشركة بتوسعة الطريق القديمة الممتدة من مدينة الشرق إلى ضحيان، ثم استمرت الشركة فيما بعد بوتيرة عالية في ظل وجود صخور صماء وتضاريس وعرة جدا، وفي مواسم الأمطار تزداد الصعوبات أكثر فأكثر. لذلك كان التخطيط بعيدا عن مجاري الأودية وبعيدا عن مجاري السيول والمخاطر، وبمواصفات عالية الدقة وبإشراف أمهر المهندسين. واليوم ترفع لهم الدعوات وكلمات الشكر من كل مواطن عبر هذا الطريق في خلال ربع ساعة، بعد أن كانت تأخذ نصف يومه ونصف صحته وهو بين الخوف والرجاء. ونشد على أيدي المواطنين جميعا الذين بذلوا الغالي والنفيس، ونخص بالذكر أولئك الذين وهبوا أموالهم لإصلاح الطريق ونفوسهم راضية محتسبين الأجر والثواب عند الله. ونقول للذين لا زالوا مترددين إن هذه الفرصة قد لا تعود إلى المنطقة ولو بعد قرن من الزمان، فلا تكونوا حجرة عثرة أمام أجيالكم القادمة، وندعوكم أن تهبوا هبة رجل واحد، فالمساهمة بسيطة جدا أمام هذا المشروع العملاق. مساهمات الجدران الساندة والعبارات في نقيل حقيبة وبني الجدهني تمثل رقما بسيطا جدا
فيما هو مطلوب لاستكمال المشروع، وندعوكم أن تقفوا مع هذه الأيادي التي امتدت إليكم بهذا المشروع العملاق الذي سيصبح قريبا من أهم المشاريع في ريمة. وستكتمل مشاريع المحافظة من الشرق ومن الغرب، وستكون قبلة السياحة الداخلية والخارجية لما حباها الله من تضاريس تسحر الأعين وتسلب الألباب.